أنا اسمي إيمان وعندي 25 سنة، متجوزة من 4 سنين. اسمعوا اللي حصل للآخر علشان أنا مش عارفة أتصرف ازاي. اتجوزت عن حب، وجوزي بيشتغل محاسب في شركة كبيرة، وكنا بنحب بعض جدا قبل الجواز، وعايشين مع بعض حاليا في بيت واحد مع أهله في منطقة شعبية في القاهرة، ومعايا طفلة واحدة منه، لأني كنت بفكر أنفصل عنه، والسبب في كده جوزي، وأنا ما كنتش عايزة أخلف منه تاني. والسبب اللي خلاني عاوزة أنفصل عنه إني ما بقتش بصراحة برتاح معاه خالص، يعني زيه زي قلته، لدرجة إني كرهت موضوع النوم ده، وحاسة إني محرومة جدا، لأن جوزي للأسف ضعيف قوي ومش بيقدر يكمل معايا. وبصراحة هو كان بيعمل اللي يقدر عليه، بس هو للأسف طاقته كده، لدرجة انه كان بياخد حاجات ووصفات من زمايله وبيقولوله انها يعني، بس للأسف ما كانتش بتجيب معاه اي نتيجة. انا عذراه طبعا، وعارفة ان دي حاجات مش بإيديه، بس انا كنت دايما واحدة عندي يعني 25 سنة ومش مستمتعة بحياتي ولا بنفسي. ذنبي ايه؟ انا الحمد لله جميلة جدا، وجسمي كمان حلو جدا، لدرجة اني بشوف ده في نظرات الناس اللي بتعامل معاهم في الشارع، سواء البياعين او الناس اللي في الشارع وهم بيبصوا عليا وانا ماشية. ده غير اللي بيتقال لي في الشارع. كل ده وانا مستحملة مع جوزي 4 سنين بس. فعلا خلاص ما بقتش قادرة اعمل اكتفاء لنفسي. بقيت ادخل على النت واتفرج على افلام أول ما جوزي ينزل من الشغل، وبقيت بتمنى أكون مكان واحدة من الموجودين في الفيلم. نفسي في مرة أعيش الإحساس ده ولو لمرة واحدة في حياتي. ويوم صرحت لجوزي وقلت له خلاص، أنا بصراحة مش قادرة ومش مرتاحة ومش قادرة استحمل الوضع اللي أنا فيه ده. لقيته سكت كده وقال لي طيب اديني فرصة وأنا هحل الموضوع ده، بس بلاش طلاق عشان خاطري وعشان خاطر بنتنا. قلت له انا اديتك فرصة كتير، بس فعلا خلاص انا جبت اخري. وعموما ما تخافش، مش هقول لحد من اهلي على سبب الطلاق. راح قايل لي لا وانا ما استغناش عنك، واديني بس فرصة. وقلت له ماشي. ساعتها كنا في نص الشهر، شهر 12. المهم يوم الخميس اللي قبل رأس السنة، قال لي في واحد صاحبي ومراته هيجوا عندنا علشان انا عازمهم. قلت له انت اصلا مش متعود تعزم حد من اصحابك. قال لي ما هو بيعزمني وكده، فعاوز ارد له العزايم دي. قلت له حاضر، مفيش مشكلة، هعمل لهم احلى اكل علشان خاطرك. فعلا جه يوم العزومة، وكان جوزي ساعتها في الشغل، ورجع يومها بدري شوية، لاني مرتبة الشقة ومظبطاها والدنيا وكده وكل حاجة تمام. وسألته، قلت له هما هيجوا امتى؟ قال لي هيجوا على الساعة 7. وفعلا الساعة 7 لقيت جوزي بيكلم حد في التليفون وبيقوله طب انا نازل لك على طول. وبعدها ب5 دقايق لقيت جرس بتاع الشقة بيرن. رحت فتحت الباب، وساعتها كنت بشعري بحسب ان جوزي بس هو اللي على الباب، لكن ما كنتش اعرف ان جوزي وصاحبه ومراته هما اللي ورا الباب. المهم فتحت لهم وشافوني طبعا بشعري. رحت دخلت بسرعة، لبست طرحة وخرجت لهم، رحبت بيهم، وبعدها دخلت المطبخ أجهز الأكل يعني وكده. بعدها حطيت الأكل وقعدنا علشان ناكل. اللي لاحظته إن صاحب جوزي ده ما شاء الله يعني طول بعرض وشكل وشيك جدا، ومهتم قوي بنفسه. فقلت في بالي ادي الرجالة ولا بلاش. المهم حطيت الاكل على السفرة واحنا بناكل. جوزي عرفني عليهم وكده، وبيقول لي ان ده صاحبه وكان شغال معاه في شغله القديم غير الشركة اللي شغال فيها دلوقتي يعني. طيب، وقعدت اقول في بالي وايه اللي فكروا بينا يعني ويخليه يعزمه في البيت دلوقتي. قلت انا مالي. واحنا بناكل حسيت ان صاحب جوزي بياكل وعينه عليا. كانت عينه عليا قوي ومركز معايا ومع مراته، بس هي مش واخده بالها خالص. ساعتها انا اتوترت قوي ومعرفتش اكل، وقمنا دخلت وقعدنا في الصالون. طبعا بعد ما خلصنا اكل جوزي راح نده عليا، فرحت له. قال لي انا هنزل اشتري حاجه ساقعه وبعد كده هشتري بن علشان نعمل لنا شوية حاجات كده نشربها يعني في البيت وكده واحنا قاعدين. قلت له ماشي. جوزي نزل من هنا
ومرات صاحبي بقيت قاعدة أنا وصاحبه لوحدنا في الصالون، لقيته بيقول لي ذوق اللي مختار الألوان الشقة دي هايل جدا. قلت له أنا اللي مختارة الألوان دي كلها. قال لي ذوقك حلو قوي، يا بخته بيكي. قال لي لو أنا أعرف إن هكون مرتاح نفسيا كده كنت طلبت منه إن هو يعزمني من زمان. وقلت له كل ده علشان الألوان اللي في الشقة عجبتك؟ قال لي بصراحة الألوان اللي في الشقة وحاجة تانية. قلت له ايه هي الحاجة التانية؟ إيه اللي عجبتك؟ ملحقتش ان هو يرد عليا، كانت مراته خرجت من الحمام وانا هتجنن واعرف منه ايه اللي عجبه بعدها. وبعدها بشوية جوزي كان طالع وقدمت لهم الحاجات وشربوها. وكان يوم حلو بصراحة، خصوصا ان مفيش حد او مفيش ناس كتير. قليل قوي ان لما حد بيجي ويزورنا في البيت ويقعد معانا، وعلى الساعة 10 كده، 10:30 مشيوا. وانا بصراحة صاحب جوزي ما كنتش حابة انه يمشي، خصوصا اني عاوزة اعرف ايه اللي عجبه وملحقتش يقولي عليه. المهم مشي وجوزي دخل ينام، وانا روقت الشقة ودخلت انام جنب جوزي. بس انا متعودة قبل ما انام امسك الموبايل كده وافتح الفيس شوية واقلب فيه وبعدها انام. وانا نايمة جنب جوزي وفاتحة الفيس وبقلب فيه، لقيته ظهر لي في الاصدقاء المقترحين، ومن ضمنهم لقيت حساب صاحب جوزي اللي كان قاعد معانا. معرفش ازاي قعدت افكر ان انا ابعتله طلب صداقة ولا لأ. خفت لحسن يقول لجوزي وتبقى طبعا مشكلة، فدخلت على الحساب بتاعه وقعدت اتفرج على الصور بتاعته، وبصراحة اعجبت بيها قوي. ورحت بعتله رسالة بس من غير ما ابعتله طلب صداقة. قلت له ازيك. بعد ما شاف الرسالة ب4 أيام رد عليا وقال لي مين. قلت له طبعا مش هتفتكرني، فكر كده شوية وقولي. قال لي طبعا هي انا مش حاطه صوره، فهو ما يعرفش مين اللي بتكلمه. فراح قال لي والله مش فاكر، ممكن تقولي لي مين اللي بتكلمني؟ رحت قايله له انا اللي عجبك ذوقها في الشقه. قال لي ازيك، عرفتي الاكونت بتاعي ازاي؟ قلت له والله هو ظهر قدامي في الاصدقاء المقترحين. قلت له انا بعتلك مخصوص عشان اعرف ايه اللي عجبك تاني في غير الالوان. قال لي طيب معلش عشان انا بس دلوقتي مشغول، اول ما هروح البيت هكلمك على طول. قلت له بس اهم حاجه جوزي ما يعرفش ان انا بعتلك حاجه عشان ممكن يعمل لي مشكله. قال لي لا ما تخافيش اطمني. وبقيت مستنيه يبعت، وعلى اخر اليوم سمعت صوت رساله فبفتحها لقيته بعت لي حاجه. الحاجه التانية اللي كانت عجباني هي انتي. فسكت كده ومعرفتش يعني اقول له ايه. وفي نفس الوقت كنت فرحانة قوي ومرضتش أبين إن أنا فرحانة، فكلمته ورحت بعتله كلك ذوق. وفضلنا نتكلم تقريبا كل يوم لمدة أسبوع، وجوزي ما يعرفش أي حاجة. وفي وسط الكلام كانت المفاجأة. قال لي انت شكلك بنت حلال قوي وطيبة، وانا عاوز اصارحك بحاجة. قلت له حاجة؟ حاجة ايه؟ قال لي على فكرة جوزك حكالي على المشكلة اللي بينك وبينه. قلت له مشكلة ايه؟ مشكلة ايه ومشاكل ايه اللي جوزي حكالك عنها؟ قال لي حكالي كل حاجة، وقال لي اني كنت اخر فترة وكنت طالبة منه الطلاق. قلت له انت صح كلامك مظبوط، بس ازاي يحكي حاجة زي كده لحد غريب يعني؟ قال لي على فكرة كمان هو السبب في اننا قريبين من بعض دلوقتي. قلت له يعني ايه؟ يعني ايه الكلام ده؟ قال لي بصراحة جوزك طلب مني حاجة كده يعني ما ينفعش اني اقولها لك، بس لقيتك لما دخلت بيتك ما تستاهلهوش وطلب منك ايه يعني. فمرضيش يقولي، وقال لي باختصار علشان ما ادخلش في تفاصيل اكتر. قال لي ان جوزك مش راجل، وانه مش هيوضح اكتر من كده. المهم دلوقتي ان انا اتعرفت عليكي وانك شاغله كل تفكيري. قلت له طيب ومراتك اللي جت معاك دي وقعدت عندنا؟ قال لي دي اصلا مش مراتي. قلت له انت بتقول ايه؟ قال لي اللي جت معايا دي عندكم مش مراتي. ومرضتش يعني ان انا اقولك ان هي مش مراتي، وقعد يحلف ان هي مش مراته وكده. وقال لي دي كانت واحدة زميلتنا وكانت جاية تقضي معانا اليوم، بس كده علشان انت تصدقي ان هي مراتي وكده. قال لي عموما ما تشغليش بالك، بس هو مش بس هي مش مراتي، وانا اصلا مش متجوز. قلت له خلاص ماشي تمام. ومن ساعتها وهو كبر في نظري قوي، بعد ما صارحني بالموضوع وجوزي نزل من نظري جدا، لدرجة اني اصلا خلاص فعلا ما بقتش شايفاه ولا بعمل له اي حساب في اي حاجة. وفضلنا نتكلم انا وصاحب جوزي شات ومكالمات كل يوم لمدة 3 شهور، وجوزي ما يعرفش ان في بينا اي حاجة، لدرجة ان انا يعني بقيت
بقينا نحب بعض جدا، وانا اتعلقت بيه قوي وبقيت اتمناه وبقيت اتمنى يكون جوزي. حسيت انه مالي عينيا قوي. فلقيته بيقول انا شكلي هوافق على اللي جوزك كان طالبه مني قبل كده. قلت له ايه اللي كان طالبه منك جوزي؟ قال لي اننا نكون سوا. قلت له هو ايه الطلب يعني منك؟ طلب منك ايه وكده؟ قال لي بس انا رفضت. بس بصراحة انا حبيتك ونفسي فعلا اكون معاكي. وقال لي انا عاوزك تعملي اللي هقولك عليه بالظبط. قلت له اعمل ايه؟ قال لي عاوزك الكام يوم الجايين دول تفضلي تشتكي منه وتقولي له انك مش مرتاحة وانك عايزة تطلقي. ماشي. وانا من الناحية التانية هقوله اني موافق اني اجي عندكم واكون مع مراتك واشوف هيقولي ايه. قلت له ماشي. وفعلا بقيت اتلكك على اي مشكلة وطلبت منه الطلاق. وكنت هددته خلاص اني اسيب البيت بعدها. وبعدها بيوم لقيت صاحب جوزي بعتلي وبيقولي ان هو كلم جوزي وخلاص وافق ان هو يجي عندنا. وبعد 3 ايام لقيت جوزي بيقولي صاحبي اللي احنا كنا عزمناه قبل كده هيجي عندنا بكرة. انا عملت نفسي يعني مستغربة وقلت له هيجي ليه؟ قال لي علشان هو بيفهم في الدش وكده وفي القنوات الرياضية وانا عاوز ان هو ينزلها لي وكده. فقلت له خلاص ماشي مفيش مشكلة. طبعا انا فهمت اللي فيها ان هو جايبه ليا يعني وكده. وجي يوم الخميس اللي هو هيجي فيه وجوزي فاكر اني معرفش حاجة. بس هو طلع مغفل. اول ما جت الساعة 6 بالليل دخل الأوضة اللي فيها التلفزيون. وبعدها ب10 دقايق لقيت جوزي بيقول لي الأستاذ خالد بيقول لي إن في حاجات محتاجها أشتريها للدش وكده عشان القنوات الجديدة دي تشتغل عندي. وقال لي إن هو هينزل يجيبها. فأنا عملت نفسي عبيطة مرة تانية وقلت له طيب وصاحبك ده هتسيبه هنا؟ قال لي ما تقلقيش هو هيقعد بس في الأوضة يستناني. قلت له ماشي. ونزل من هنا وقفل باب الشقة وراه. ولقيتني داخلة لحبيبي الأوضة لقيته قام وقف وبيضحك لي وراح مقرب مني. فهو خدني في حضنه. أول مرة في حياتي أحس إن في راجل بجد حضني. حسيت إني دوبته وإن أنا كمان دبت في إيده وما بقتش أدفع على الأرض ولا حتى أتمالك أعصابي. وفضل معايا حوالي ساعة وانا اقول لجوزي ممكن يطلع. قال لي لا ما تخافيش جوزك مش هيطلع الا لما انا ارن عليه. اول مرة احس بنفسي واني ما كنتش متجوزة. اول مرة اعيش الاحاسيس دي واستمتع بيها جدا جدا. بعد ما خلصنا قمت اخدت دش وغيرت هدومي. كان هو رن على جوزي وجوزي طلع ودخل وقعد معاه في الأوضة. وبعدها بساعة مشي. وانا دخلت نمت لاني كنت خلاص مش شايفة اي حاجة قدامي. وجسمي كان همدان قوي. واليوم اللي بعده فضلنا نتكلم على النت. ولقيتني بقوله اني مش قادرة استغنى عنك. انت لازم تيجي عندنا على طول. معرفش ازاي بس انت لازم تتصرف. وفعلا بقى يجيلي مع جوزي كل اسبوع ساعة لحد النهاردة. وده